أصيركم. اسمحوا لنا في الفريقين الاشتراكيين بمجلس النواب والمستشارين بأن نطلب منكم التحلي ببعض التواضع والتخلي عن موقع الأستاذ الذي تحبون القيام به وأنتم تقدمون الدروس للآخرين، وأن تعترفوا من ذواتكم أن مظهر الرشوة الذي ظهر في منظومتكم هو منتوج خاص بكم ودلالته هو منتوج خاص بكم ودلالة فساد قيمي ومؤسساتي عندكم يجب معالجته من داخل منظومتكم، لا البحث عن طرق تصديرها للآخرين بتعال وتكبر. وإذا كان من الصعب عليكم التخلص من هذه الطبيعة الاستعلائية فإنه يسعدنا أمام صحوة ضميركم هذه أن نذكركم ببعض القضايا الإنسانية التي كان من المفروض أن تحظى باهتمامكم. سيكون مفيداً أن تصدروا قراراً بفتح تحقيق حول ما حدث في أوروبا خلال فترة كوفيد. لقد تركتم دولاً مثل إيطاليا وإسبانيا تواجه الوباء القاتل ومصيرها بأنانية مقيتة. تركتم كبار السن يموتون بالمستشفيات ودور العجزة بدون أي إحساس بالذنب، وتحول بعض منكم بدون إحياء إلى قراصنة للدواء في الجو والبر. سيكون مفيداً أن تصدروا قراراً لحكوماتكم لإيقاف تصنيع الأسلحة وبيعها في العالم لسنة واحدة فقط، وتخصيص ميزانياتها لمحاربة الفقر ومواجهة الأوبئة والتغيرات المناخية. هذه الأسلحة التي تصوتون عليها بدم بارد هي التي تقتل الأطفال والنساء والشيوخ في كل بقاع العالم، وهي التي تخلق ملايين المهجرين واللاجئين. سيكون مفيداً أن تصدروا قراراً تطلب من حكومتكم الاعتذار عن ماضيها الاستعماري الهمجي في كل بقاع العالم خاصة في قارة إفريقيا، وعن استنزاف ثرواتها وإمكانياتها التي بفضلها اغتنت قارتكم وما زالت تغتني. سيكون مفيداً وليس أخيراً أن تكون لكم الجرأة بأن تصدروا قرارات لتصحيح ما قامت به دولكم تحت شعار